عزو الفلاون، السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. عزو لك قشيشين، ان شاء الله لا فيديو يجي كنت اذا بخير وعلى خير. مرحبا كنت على الشانيو، مرحبا بكم حبيباتي عندي في القناه. مرحبا بلي زابوني الجدد اللي انضموا الينا، انتم ثاني الدار داركم. واللي مازال ما اشتركش في قناتي اشتركوا في القناه ورفعوا الجرس باش ان شاء الله كل ما نحط لكم فيديو جديده توصل لكم. وكان مازالوا يابونينا لهذه لاشانينو خمو في ابوني ساليو في لاكلوش نيطان مقرام متاكين كل مره ونسلسل على فيديو تاع جديد هذا وندي وصل وليت لكم بفيديو جديد روتين جديد ان شاء الله يعجبكم. بصح حبيباتي فضلا وليس امرا، قبل ما تشوفوا هذا الفيديو روحوا وين كاين الجيم في لا فيديو، حبسوا كيما راكم ديروا لي قبل هذاك اللايك باش تشجعوني وتحفزوني نزيد ندير لكم فيديوهات اكثر. كل ما نشوف لي جيم تاعكم لي كومونتير نتاعكم تعطوا لي هذيك الطاقه الايجابيه ثم نوض نصور لكم فيديو جديده. في قشيشين قبل توالمت لا فيديو انو حبس نتا كلمه في اللام تروح نخممتي جام ذوك فيديو انو اكنا يتعاونمت ويوصن كوراجي نتا كنا نخدم لا فيديو تاع جديد. كيما شفتوا عميراتي اليوم توجور مازال الثلج عندنا، المطر راهو داير حاله، دونك على بها حبيت نشارك معكم روتيني المسائي واش طيبت واش درت كامل. بصح بالك تخرجوا من الفيديو تبعوه جوسكا لا فا على خاطر راح نشارك معكم اليوم زوج وصفات بالك تعرضوها روعه روعه روعه. كما شفتوا هنايا كنت نحضر قعدت جويه 6 تاع العشيه جا في بالي حبيت ناكل واسمها احنا بالقبايليه نقولوا لها في مكزارث، وكاين في مكزارث وكاين يقولوا لها ثور كيمت ولا افضل قسول. كل منطقه من منطقه القبائل كيفاش يطيبوها وكيفاش يعني يسموها. حنايا لا ريجيون تاعنا في بويره تدرتي مشدالن، لا ريجيون تاع مشداله نديروها هكذا. دونك قلت لكم هذا طبق شتوي على بالكم كي تاكلوه جربوه. شوفوا اللي مازال ما داروش هذه الوصفه، اللي مازال ما يعرفوهاش، نحبكم اليوم تنوضوا كامل كامل طيبوها لولادكم طيبوها لرجالكم تشوفوا الله يبارك كيفاش راح الله يبارك يسمانوا ويولوا مفنفنين. الله يبارك بزاف النساء يعني يعانوا من مشكله ولادهم ما ياكلوش. جربوهم طيبوا نوضوا كيما نقول لكم دائما اعجنوا لولادكم طيبوا لهم هذو الاكلات التقليديه. الله يبارك تشوفوا كيفاش الله يبارك راح يجيبوا لوحدهم وياكلوا. دونك هنايا بالنسبه للوصفه تاعي واش نديروا فيها، حنايا نديروها السميد والماء والملح. هذا ما كان كما العجينه تاع المسمن ولا تاع المحاجب نفسها. المرات اللي فاتوا درت لكم محاجب اكسبريس، درت لكم الاسفنج اكسبريس، بصح اليوم هاد الوصفه ما قدرش ما نعجنش البنه تاعها كامل كي تعجنوا هذيك العجينه. دونك هنايا عجنت العجينه الماء والسميد والماء كيما تعرفوها كيما تاع المسمن، ومن بعد كي تعجنت شوفوا الله يبارك ثم راح نقرصهم. بالنسبه للبنات اللي يقولوا لي دائما تيزيري واش من نوع السميد اللي تستعمليه، قلت لكم سواء تاع ماما هذيك ماما ولا تاع الجواد ولا مولينو هكذا، مولينو نورمالمون هكذا واسمو. هذا الانواع هما الملح. اشك فنقول لكم في الفيديوهات تاعي واش من السميد اللي نستعملو ومن بعد ما تسمعوا شاك فوا البنات ما تسمعوا ليش جامي تسمعوا لي ومن بعد نقف لي كومونتير يا تيزيري واش هي نوعيه تاع سميد اللي ديريها. بصح معليش حبيبتي ماشي خساره فيكم دائما نعاود لكم. ومن بعد هنايا عجنت العجينه نتاعي خليتها باش تتروبوزا، رحت ندير لاصوص لا باز كامل هي لاصوص اللي نديرو فيها هذيك العجينه. وشنو هي نديروها حنايا بالبصل والطوماطيش والثوم. هذا ما كان ثوم والكزبر هذا ما كان. شوفوا هنايا واش درت، حكمت كميه تاع الكزبر رحيتو مع الثوم في هذا المهرزه راح نهرسو. اشاك فوا نقول لكم بلي حنايا القبايل لا ريجيون تاعنا تاع مشداله الخلطه السحريه اللي نستعملوها سواء في الكسكس سواء في كل الاطباق التقليديه نستعمل الكزبر مع الثوم. تحكموا كميه راس تاع الثوم ولا على حسب الكونتيتي اللي حبيتوها وديروا لها الكزبر هذاك تاع البودره وتبداو تهرسوا. ومن بعد هنايا تحكموا هذاك البصل شوفوا كيفاش تقطعوه، وثاني طرابوا هذيك الحبات تاع الطوماطيش. وهذا الطبق الحاجه اللي معروفه عليه انه يطيب بارد في بارد، يعني كلش مع بعض ما يتقلاش. وكاين يقلوه بصح دو بريفيرونس ما تقلوش كلش طرموه في لاصوص هكذاك. في قشيشين كتوالمت في قشيشين. دوك اليوم نفهمكم واش معناتها كلمه في قشيشين. بزاف منكم يقولوا لي تيزيري
علاش تقولي دائما تقشيشين واش معناتها؟ تقشيشين بالقبايليه معناتها البنات، لا ريجيون تاعنا نقولوا البنات. هنايا راح نطيب هذا الطبق يطيبوه في القصعه هكذا ولا في حاجه مفتوحه مليحه، مفتوحه مليح يعني. رفدت هنايا الماء الكونتيتي اللي حبيتوها، انا درت هنايا 5 لترات على خاطر راح نطيب كونتيتي لاباس بها. درت هذاك البصل مع الطوماطيش اللي سكرفجتها، ودرت الملح، ودرت ثاني هذاك الخليط تاع الكزبر مع الثوم. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. تلقى قشيشين لا ريجيون راهم كينسبوي بزاف البصل في الشار في فلفله زكوا اكل الكزبر تي الشار كثوالمت. هنايا زدت فلفل عكري، درت لها ملعقه هكذا لاباس بها بومبي على خاطر قلت لكم راح نطيب كونتيتي كبيره. ولا باز الحاجه اللي تخليها تجي بنينه بزاف بزاف هي هذيك الشحمه القديمه. الشحمه القديمه اللي نديروها في العيد، نديروا لها هذاك الملح ونخلوها كيما القديد، ولا اللي عندها القديد دير شويه. اللي ما عندكمش كامل بلا ما ديروها. كاين ولادها اللي ما يحبوش ريحه الشحمه، بصح انا نموت عليها كي تمتثق في السمت. شوفوا الله يبارك المرقه تاعي كيفاش راهي تبان حمراء. دقيقة قشيشين مقلمة المرقة والله يبارك تزقواف. وضفت لها ثاني هذو الفلفلات الحمورة باش يطلقوا البنات تاعهم ويطلقوا هذا الطبق يجي شوية حار، بصح اللي ما تحبش الحار ياكلوا ولادها ما ديروش الحار. انا اليوم حبيت نديرو حار. ذاك في قشيشين ذي لا ريجيوننا اكيد تنخدم ملي كنت تساقيتي مزارتي نخدم في روزري غير كل فيلم طوفن بيت تخدم نكوني خامنه اكيد نخدم. فوالا الله يبارك مقلمة المرقة تزقواف. شوفوا هنا بعد ما طابت لاصوص هذيك راح نبدا نفتح في هذوك لي بول تاع العجينه، نفتحهم كما يديروا الرقاق ولا المسمن، وراح نحطهم هكذا في هذيك لاصوص. لازم يكونوا رقاق باش هذا الطبق كي تاكلوه هذوك الاوراق يخرجوا رقاق. شوفوا الله يبارك غير تحطوها في المرقه تبدا تنفخ، وقبل ما تزيدوا لها واحده اخرى لازم ديروها هكذا بالمغرف باش تزيدوا واحده اخرى فوقها. تبعوا برك لا ميثود راح تشوفوها وقولوا لي نتوما الا تعرفوها ولا لا وكيفاش تسموها في لا ريجيون تاعكم. اميراتي لو وصلتوا لهنايا فضلا وليس امرا ما تنسوش ديروا لي ان لايك للفيديو تاعي وخلوا لي تعليقات بزاف بزاف قد ما تحبوني، وقولوا لي وشنو هما الاطباق اللي حبيتوا نشاركها معاكم، واش راكم حابين ندير لكم في قناتي. صافي بليزير تكتبوا لي رايكم. وثاني حاجه واحده اخرى حبيت نقول لكم اللي مازال ما درتليش جيم ولا ابوني في لاباج نتاعي تاع الفيسبوك اللي واسمها روتينات قبائليه في الريف، كتبوا برك بالعربيه روتينات قبائليه في الريف وراح تخرج لكم لاشين عفوا لاباج نتاعي. وديروا لي جيم على خاطر ان شاء الله راح نولي بيانتو ندير لكم لي لايف اون ديريكت في لاباج نتاعي. وثاني الانستغرام تاعي قبائليه في ريف. دو توت فاصون راح نخلي لكم كلش في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت، راح نخلي لكم روابط الحسابات نتاعي وتتواصلوا معايا اللي حبت تقصر معايا اللي حبت تهدر معايا. هنايا شوفوا الله يبارك شوفوا الله يبارك كيفاش خرجت. هنايا درت كونتيتي كبيره كيما نقول لكم دائما انا كي نعرف كي نطيب ما نعرفش نطيب كونتيتي صغيره، نحب نطيب ناكل ونوكل. كي نطيب حاجه نحب نذوقها للناس كاع. ان شاء الله تجربوا هاد العروسات وتبعثوا لي التطبيقات تاعكم في الفيسبوك تاعي والانستغرام. دونك عميراتي على بالي بلي كامل راح تسقسوني اليوم تقولوا لي تيزيري منين خيطتي العروب نتاعك. العروب نتاعي شفتوها بالك في الانستغرام، على بها قلت لكم روحوا الانستغرام والفيسبوك راني كل يوم نبارطاجي لي ستوري تاعي 24 sur 24. العروب نتاعي قلت لكم اللي جاتني كادو من عند لا كوتوريير الخياطه جورجو رازو. جورجو رازو عندها
جوجو رازو عندها اون باج في الفيسبوك خدمتها ما شاء الله، وتفاهمت معاها باللي نولو نديروا لكم التوصيل الى 58 ولايه، وحتى اللي طرونجي نقدر نبعث لكم العرب. يعني من الجاي منا للجاي كل يعني يوروب شفتوها في قناتي عجبتكم نقدر نبعثها لكم حتى لباب الدار، ندير لكم لا ليفريزون. هاد لا روب بلو لو بري تاعها انا اللي درتو، شفتوها الله يبارك ما شاء الله بيان شارجي. قلت لها هاد الخياطه المتتبعات نتاعي راح انا اللي ندير لهم لو بري، قلت لها نديروا لهم ان بري ريزونابل كيما شفتوها الله يبارك شارجي. درت لها لو بري تاع 4000 دينار 400 الف مع لا ليفريزون، يعني 400 الف. شفتوها بيان شارجي شابات لبسوها التيشيرت تاعها روعه، تقدروا ما تلبسوها في لي زوكازيون في العيد الا عندك سهره ولا عرضك كاش واحد الي بيان بريزونطابل. دونك حبيباتي اللي يحبوا يكومونديو هاد لا روب هذا هو رقم الهاتف الخياطه، عيطوا لها برك وكاين كل المقاسات كل الالوان كيما حبيتوا وتوصل لكم حتى باب الدار. هنا يا عميراتي كي كملت كامل حبيت ندير لهم ان غاتو ان كيك اللي راح يسقهواو به الصباح. حنا لازم توجور صباح حاجه يشربوا بها القهوه. دونك انايا درت هذا الكيك ماربري، تبعوا الوصفه يخرج قراب هايل كيما تاع المحلات سوا. هنايا ديروا 4 حبات تاع البيض، انا درت هنايا 6 بصح نتوما ديروا 4 حبات تاع البيض يجي روعه. 4 حبات تاع البيض مع كاس تاع السكر نحولهم برك شويه وضربوه بالباتر. ديروا شويه تاع لافاني ومن بعد هنايا كي تضربوا مليح زيدوا لها كاس تاع الزيت. انا نسيت راح لي المقطع وين درت لها كاس تاع الزيت، زيدوا خلطوا شويه مع نص كاس تاع الحليب. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. ومن بعد ترفدوا 2 مغارف ولا 3 تاع الفارينه مع 2 اكياس تاع خميره الحلوى. شوفوا راح تخلطوهم في هذيك العجينه. ان شاء الله لهنا تكونوا فهمتوا. راح نكتب لكم المقادير. خلطوا هكذا مليح، رفدوا نوط الريسيبيون وتقسموا العجينه. واحده ندير لها شوكولا، واحده نخليها الكو تاع الشوكولا، واحده نخليها هكذا، واحده ندير لها الكاكاو. دونك راح نزيد الفارينه، ما راحش نقيس لكم نقول لكم شحال، سي جوست خلطوا زيدوا هكذا بالمغرب حتى تشوفوا القوام تاعو ولا ماشي ثقيل بزاف وماشي جاري بزاف، يكون متوسط. نفس الشيء اللي راح ديروه مع هذيك العجينه الدوزيام اللي فيها الكاكاو. زيدوا لها 2 مغارف كبار تاع الكاكاو يكونوا بومبي، وزيدوا لها شويه تاع الفارينه وبداو تخلطوا حتى تشوفوا القوام نتاعو يعني ولا ثقيل. انا يا هكذا كي ندير الكاطو ولا انا ما نقدرش نستعمل لي ميزور، ما نقدرش لازم ندير عيني ميزاني. قولوا لي شكون كيما انا، بصح المهم تفهموا القوام كيفاش لازم يجي، ماشي جاليه بزاف ماشي ثقيل بزاف. هنايا حكمت هذا المول تاع لي كيك درت فيه دهنته بشويه على مارغرين مع الفارينه. وشوفوا الطريقه كيفاش راح ديروا. راح تبداو العجينه البيضاء كومبلي وتزيدوا لها من فوق هذيك تاع الكاكاو. راح ديروا طبقات، لازم طبقات تغطي خوتها. يعني طريقه سهله كيفاش راهي باينه، طريقه سهله. والفرن تاعكم تكونوا شعلتوه على 180 درجه، انا شعلته من قبل. ذاك في قشيشين طاقطو تاقي سهله وكذا. شرا تخممت 4 ملالين شويه لا فانيل كاس من السكر اتسرويمت مليح، ومن بعد استعملت الكاس من الزيت اكل نفس الكاس ويفك. ومن بعد تقسمت لاباط نخونت شويه تخممت الكاكاو شويه تسجمت كي استعملت الفارينه لما ثولمت ماشي توزل مليح ماشي خممت الفارينه زعما ما كنت دفانه كي وستيلي والي كي درتي ورا الزايف. ومن بعد تخدم حتى شويه تاع ملال شويه تاع فاريان. وهنايا نرفد ان كوردون ولا كاش حاجه. شوفوا راح ندير هكذا باش تخرج لي هذاك يخرج لي هذاك الشكل شباب تاعها ماربري. لقيت فهمت كوردون على الحاجه هكا تخممتها كتسروي متى كنت دفع دخلت الديكوري. شوفوا الله يبارك بعد ما طابت ما تنفخت انا ما راحش نزينها من الفوق، راح نديرها نقطعها ديريكتومون هكذا. شوفوا الله يبارك كيفاش خرجت ماربري من الداخل. ولا روسيت قراب سهله، قلت لكم ديروا 4 حبات تاع البيض مع السكر قيس كاس ولا نص كاس كيما حبيتوا الحلاوه نتوما اللي تتحكموا فيها، وديروا لها لافاني وكاس تاع الزيت مع نص كاس تاع الحليب. شوفوا الله يبارك كيفاش خرجت.
وصلت إلى ختام هذا الفيديو. إلى عجبكم ما تنسوش تبارطاجيوها مع حباباتكم صديقاتكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.